مش عارف ليه بدأت احس مؤخرا ان القصة الكبيرة بتاعت وفاة دكتور ضياء العوض الله يرحمه والتحديثات اللي بتطلع كل يوم في حد عايز يستغلها عشان تبقى مجرد بصوا العصفورة لحد ما يهبدونا الزغرورة. هي حلقة النهارده تبقى حلقة جد، بس معلش، بس قبل ما ندخل في الجد في حاجة لازم اقولها جدا. ده غالبا هيبقى شكل لما واحد يتبع نظام الطيبات يقعد مع واحد مش بيتبع نظام الطيبات، هما الاتنين على نفس السفرة. لا، مكرونه بطاطس فراخ المحمره. اعمل لي احسن سندوتش ميه ساقعه. انا عارف احنا اتكلمنا كتير في موضوع دكتور ضياء العوضي الله يرحمه ووفاته، وما كنتش عايز اتكلم تاني النهارده لان لسه عاملين حلقه امبارح من ساعه استخراجه من اول وجديد عشان يشوفوا سبب الوفاه. هحاول انجز النهارده، بس هو بصراحه في خبر غريب جدا بالنسبه لي، واعتقد هيبقى غريب بالنسبه لاي حد يسمعه. محامي دكتور ضياء العوضي الله يرحمه كان داخل في مداخله مع عمرو اديب، وقال انه مرات الدكتور ضياء العوضي الله يرحمه لما طلع القرار باستخراجه علشان يحللوا بقى ويشوفوا ايه سبب الوفاه، لما شافت الجثه قالت انا حاسه او انا شاكه ان ده اساسا مش جوزي، ده مش ضياء. طبعا اول حاجه هتيجي في دماغ اي حد انه طبيعي الشكل يكون اتغير، لانه وفقا للتقرير اللي طلع في الامارات الوفاه تمت يوم 14/4، وقرار الاستخراج ده تقريبا كان يوم 30/4، فانت بتتكلم فيه اسبوعين. اكيد جسم او الجثه اتغيرت تماما، فصعب انها تتعرف عليها. دي اول حاجه جت في دماغي وسكت. بس لما قعدت فكرت شويه في الجمله اللي هي قالتها، حسيت ان في كميه اسئله بديهيه وما لقيتلاش اي اجابه. عادي يعني كعدد كل الاسئله اللي في قضيه وفاه الدكتور ضياء العوضي اللي لحد النهارده مفيش ولا اجابه عليها. فاول سؤال جه في دماغي، هي ازاي اصلا ما شافتش جثه جوزها اول ما نزلت مصر؟ يعني الطبيعي ده في اي حته في العالم، واحده جوزها متوفي وكان موجود في الامارات، على ما جه بعدها بكذا يوم وهو متوفي، مش طبيعي ان هي تشوف الجثه؟ يعني على الاقل لو مش من باب انها تتاكد، من باب انها يعني بتلقي نظره الوداع. وبالمناسبه هي كانت موجوده في مصر، بدليل انها كانت حاضره الجنازه، فمش مسافره مثلا ملاش عذر. هي ازاي ما شافتش ده؟ هل مثلا هيطلع حد يقول لي يمكن الست اعصابها ضعيفه او خفيفه شويه فما كانتش حمل انها تشوف جوزها وهو متوفى؟ هقول لك ماشي، بس يعني هي اللي اعصابها خفيفه ومش هتقدر تشوف جوزها اول ما نزل من الامارات بعد وفاته، اشمعنى دلوقتي اعصابها جمدت وقدرت انها تروح تشوفه لما استخرجوا الجثمان علشان يعيدوا التحليل او التشريح من اول وجديد؟ هي اللي هتبقى اعصابها ضعيفه في الاول هتبقى اعصابها ضعيفه دلوقتي، قدرت تشوف دلوقتي، يبقى هي وقتها كانت تقدر تشوف، بس لسبب ما شافتش الجثه. ما شافتهاش ليه بقى؟ هل مثلا في حد منعها ان هي تشوف الجثه؟ هل كان في استعجال زياده عن اللزوم؟ وده بقى يوديني لسؤال مهم، هو تصريح الدفن اصلا طلع ازاي؟ في مصر اي حد بيبقى يعني في حد توفى عايزين ندفنه لازم حاجه اسمها تصريح دفن، ولازم بيتم التاكيد ان ده هو ده، يعني اللي مكتوب في تصريح الدفن اللي هيدفن هو نفس الشخص المتوفي. اللي هتبقى سهله بقى نروح نطلع تصريح دفن باسم حد وندفن حد تاني خالص، دي حاجه معروفه، واي حد بعد الشر يعني مر ان كان عنده حد متوفي عارف التجربه دي بتحصل ازاي في مصر. فتصريح الدفن لو طلع له وهو اتدفن ده المفروض ان ده دكتور ضياء العوضي، ولا في هنا حاجه غلط؟ وللتوضيح مش بقول ان تصريح الدفن اللي طلع تصريح مضروب او ان في جهه متورطه، بس بقول انه الجمله اللي هي قالتها دي مش جمله عابره، يعني بتقول ده احتمال كبير ما يبقاش جوزي. المفروض بقى كانت تطلع الجهه اللي انا ما اعرفش اسمها ايه تقول لا يا فندم احنا معانا تصريح دفن وعملنا 1 2 3 واتاكدنا ان ده جوزك، بس انت تلاقي مثلا عصايك منهاره، وده ما حصلش او ما اتقالش. طيب نسيبنا من مصر نطلع بقى على الامارات. في تاني سؤال مهم، هو الجثه ما اتصورتش في الامارات؟ مش المفروض ان دكتور ضياء العوضي ده الله يرحمه توفى في الامارات وقعدنا فتره وبندور ومراته والمحامي تبعت ويسالوا القنصليه ويسالوا الجهات في الامارات ولسه على ما دوروا وبعتوا قالوا ايوه ده فعلا متوفي عندنا؟ الجثه ساعتها ما اتصورتش؟ يعني انت كجهه هناك في الامارات انت بتقول ايوه الراجل ده موجوده متوفي، مش البديهي والمنطقي ان انا بصوره عشان ارفق الدليل ان هو فعلا متوفي اقول ايوه اهو الراجل متوفي ووجدنا جثته على الحاله الفلانيه في المكان الفلاني؟ هل ساعتها الجثه ما اتصورتش عشان نتاكد ان هي دي نفس الجثه اللي بتدفن؟ والسؤال بقى الثالث، الاخبار كلها والمحامي نفسه بيقول انه اللي راح استلم الجثه هو دكتور كريم العوضي اخو دكتور ضياء العوضي. لما هو راح يستلم الجثه ما تعرفش عليها؟ واحد راح يستلم جثه اخوه، طبيعي ان انا همضي كده ان انا استلمت وامشي؟ مش لازم اتاكد ان هو ده؟ مش يمكن بيسلموني جثه حد تاني وانا مش واخد بالي؟ فهل ده حصل ولا ما حصلش؟ لانه لو حصل وهو كان اطلع على الجثه دي كان هو
يطلع يقول بقى لمراته لما تقول كده لا انا شايفها بعيني ان دي جثه اخويا الله يرحمه. وعموما هو اخو دكتور ضياء العوضي الله يرحمه ده انا عندي كميه حاجات مش منطقيه واسئله واستفسارات برضه مش لاقي لها اجوبه حواليه. يعني اول حاجه اتقال ان هو مش عايز يعمل عزا، او انه يعني العزا هيتاخد عند المدفن لكن مش هنعمل عزا، رغم ان مراته الله يرحمه كانت عايزه تعمل عزا. في اخبار او وفقا لكلام المحامي ان هو اصلا ما كانش عايز يصلي صلاه الجنازه عليه. المحامي برضه ليه تصريح ان كريم العوضي عنده شويه مستندات تحفظ عليها ومش عايز يديها له، وبرضه ما وضحش ايه هي المستندات دي ومتحفظ عليها ليه وايه اهميه ده في التحقيقات او في سير التحقيقات. يعني ده غير انه انا لقيت الناس اللي بتعافر، يعني الناس اللي بتسعى او بتدور ان يفتحوا تحقيقات وعايزين نطلع الجثه، هو مرات دكتور ضياء العوضي الله يرحمه والمحامي، عين بقى ده اخوه يعني الاخ هو اكتر حد المفروض يبقى قلقان، يبقى عايز يعرف الوفاه طبيعيه او مش طبيعيه. هو ما عملش ده كله. واهم بقى حاجه ان هو اسمه كريم. لو تفتكروا دكتور ضياء العوضي الله يرحمه كان عنده عقده من اسم كريم، لما حتى قال لك لو عايز ابنك يطلع راجل ما تسميهوش كريم، طبعا علشان برضه ما كنش بتهمه بحاجه. وارد جدا يكون الراجل عايز يكبر دماغه، انا مسافر استلم الجثه ارجع ادفنها شكرا ماليش فيه، مش عايز افتح تحقيقات ما توجعوليش دماغي، انا عايز اشوف حياتي. بس برضه في احتمال تاني انه ممكن يكون الراجل عارف ان الوفاه دي وراها جهه معينه، ولو اتكلمت لو فتحت اي حاجه انا شخصيا هيبقى في خطوره على حياتي، فخلاص اللي راح راح الله يرحمه وخلونا انا اعيش يا جماعه والدنيا زي الفل. فلذلك لو وقعت تحت ايده مستندات بيتفسها، لو في اي تجمعات بيمنعها، ما بيطلعش يتكلم في لقاءات، يعني عايز يعدي الموضوع والموضوع يموت تماما. سيبونا بقى من اخو دكتور ضياء العوضي الله يرحمه، هنرجع له تاني كمان شويه، بس نروح بقى للامارات. المحامي بتاع دكتور ضياء العوضي بيقول انه التقرير اللي طلع بتاع وفاه الدكتور يعني في الامارات كله على بعضه 4 سطور، ان تمام يا جماعه الوفاه طبيعيه. ده مش الطبيعي، او تحديدا مقارنه بمصر ده مش الطبيعي. مصر تقرير الوفاه بيبقى مثلا 4 صفحات 5 صفحات، حتى لو الوفاه طبيعيه بيشرح لك ان احنا حللنا كذا لقينا نسبه كذا في الدم مظبوطه او مش مظبوطه، طب حصل جلطه نتيجه لايه، طب كان في احتمال ليه، يعني بيشرح لك اللي هم لما كشفوا لقوه علشان يقفلك تماما، يوضح لك الحاله فما تشكش في اي حاجه تانية. السؤال ليه ده ما حصلش في الامارات؟ يعني ليه الشرح ده ما وصلش لاي حد؟ هيطلع حد يقول لك يمكن ده السيستم في الامارات، الناس ما بيكتبوش كل التقرير، يكتب لك النتيجه النهائيه الوفاه طبيعيه او مش طبيعيه. حلو جدا، ده اللي بيكتبوه او ده الرسمي، لكن معنى كده ان هم عشان يوصلوا انها وفاه طبيعيه هم عاملين تحليلات معينه او في كشف معين اتعمل. طب ليه الكشف ده بقى ما طلعش؟ وافتكر دلوقتي لازم يطلع لان في شبهات انه قد تكون مش طبيعيه او طبيعيه، فده الوقت اللي الكشف ده لازم يطلع فيه، ما طلعش ليه لحد دلوقتي. نرجع بقى لاخو دكتور ضياء العوضي الله يرحمه، رايح يستلم الجثه، ما لفتش نظرك خالص ان التقرير عباره عن 4 سطور؟ ما سالتش نفسك ليه ما فيش تقرير كبير؟ وبالمناسبه يعني اغلب اللي مر بتجربه ان توفى له حد وهو مصري يعني هيبقى عارف التقرير بيبقى شكله ايه، بيبقى مش 4 سطور، يعني بيبقى كتير بيتشرح ايه اللي حصل بالظبط. فده ما لفتش نظرك، خصوصا ان انت رايح وانت عارف ان مراته بقى لها اسبوع بتدور عليه والمحامي بيكلمه لا موجود لا مش موجود مش عارفين نوصل له اختفى. فدي كلها مش حاجات تخليك انت قلقان لما يديك كده ال4 سطور تقول له لا طب معلش اشرح لي على الاقل، بس لو مش انا قلقان لما ارجع اقدر اشرح لمراته او ادي التقرير ده لمراته فتطمن. ده ما جاش في دماغك خالص، يلا نستلم الجثه ونمشي ويلا نروح على مصر. وبرده تاني بقول قد يكون هو حد بيكبر دماغه، انا مش فارق معايا اي حاجه، انا جاي اعمل مهمه استلم الجثه وارجع ادفنها والسلام عليكم. بس بقول انه في احتمالات كتيره جدا او حاجات مش منطقيه، تصرفات تطلع من اخ حتى بالمناسبه لو هو ما كانش بيتواصل مع اخوه، وهو واضح انه ما كانش بيتواصل مع اخوه لان مراته هي اللي كانت منحوره جوزي فين، هو على مدار الاسبوع ولا كان بيتواصل ولا كان بيتكلم ولا كان بيسال ولا كان بيطلع اصلا ولا دخل في قصه اننا هنبعت للقنصليه او للسفاره ولا اي حاجه. واخر نقطه بقى تحسم موضوع التصريح بتاع مرات دكتور ضياء العوضي انها بتقول ان قد يكون ده مش جوزي، هو ان احنا بنعمل تحليل دي ان ايه، وهو يعني ما شاء الله عنده اخ وعنده ابن، هنعمل تحليل دي ان ايه ونطابق نشوف هو ولا مش هو. افتكر دي الحاجه اللي تحسم الموضوع واللي لازم تتعمل بالذات بعد التصريح ده، طالع من مراته اكتر واحده عارفه جوزها المفروض، فده لازم يتاخد بجديه. لذلك اتمنى بما ان خلاص احنا خدنا القرار انه بيتم استخراج دكتور ضياء العوضي وهنبتدي نحلل ونراجع، الهدف من ده ايه؟ ان انت تجاوب على كل الاسئله، ما تبقاش النتيجه ان احنا طلعنا الجثمان وعشان نوصل في الاخر يبقى عندنا اسئله زياده مش لاقيين لها اجابات. المفروض ان انا اقفل الموضوع تماما، ما عملتش بقى كده يبقى عندي احتمالات كتيره جدا تسوح الواحد. اول احتمال يمكن هم بعتوا جثه تانية غير جثه الدكتور ضياء العوضي، الجثه بتاعته كان فيها مثلا تعذيب ضرب اي حاجه فبعتوا حاجه تانية عشان تبان ان الوفاه طبيعيه. او احتمال تاني جايز هو لسه عايش اصلا وهم محتجزينه بس بعتوا اي حاجه وهم اللي طلعوا الخبر بتاع وفاته. اهم احتمال انه الاهمال الكتير والتضارب لا يمكن يكون ده صدفه، ده اكيد متعمد. فكل ده بيؤكد او كل احتمال بيتاكد النظريه بتاعت انه في جهه هي اللي وراء
القصه دي كلها مش مجرد وفاه طبيعيه. عندي سؤال مهم جدا، بما ان مرات دكتور ضياء العوضي طالعه تقول ده مش جوزي او احتمال انه مش جوزي، هو ليه اول ما الجثه نزلت مصر ما تمش فحصها او تم التشريح، او يعني كنا نعمل فيها اللي احنا النهارده استخرجنا الجثه تاني عشان نعمله؟ خصوصا الامارات عندها سيستم، هي بتديك تقرير فيه 4 سطور. طب ما انت محتاج تكشف بقى، انت في مصر وهو يدفن في مصر، محتاج تعمل كشف كامل تشوف الراجل ده عنده ايه او مش عنده ايه. يا سيدي مش تشكيكا في التقرير الاماراتي، ولكن ده بيدفن في ارضي، انا لازم امشيه بنفس السيستم اللي بيحصل مع اي حد بيتوفى في ارض. وحاجه تانية انه ده كان اسهل، بدل ما احنا بقى رحنا دفنا واستنينا كام يوم عدى وبعدين قدمنا طلب وبعدين طلعت تاني الجثه وبدانا نخش في لغط تاني، لا كان في استعجال في الدفن. يعني ليه الخطوه اللي احنا فيها النهارده دي ما حصلتش من اول ما هو تم شحن الجثمان من الامارات للقاهره او لمصر؟ ده سؤال انا مش فاهم، عشان انا عارف ان في ناس كتير بتقول لك انتوا طولتوا قوي، او عموما يعني الناس طولت قوي في موضوع دكتور ضياء العوضي، وانتوا ليه مش راضيين تتقبلوا ان هي توفى يعني بازمه قلبيه؟ لو تفتكروا كان في حد اسمه صلاح جوده، والراجل ده كان خبير وتقيل جدا وليه لقاءات كتيره جدا لو عايز ترجع تشوفها. الراجل ده فاهم ودارس وكان بيتكلم في حلول ازمات مصر، حلول بقى في الاقتصاد وفي الزراعه وفي الصناعه وفي كل حاجه، كلامه عبقري. الراجل ده برضه سبحان الله برضه وقع فجاه كده ودخل توفى بازمه قلبيه زي حاله الدكتور ضياء العوضي، رغم انه كان سليم ورغم ان بالمناسبه سنه ما كانش كبير. وبرضه ساعتها اتقال ان يا جماعه انتوا بتكبروا الامور ليه؟ الدنيا ماشيه زي الفل ومفيش حاجه. تكرار الظاهره هو اللي بيخلي الناس تسال. يمكن يا سيدي اول تاني مره الناس مش واخده بالها، لكن لما حد النهارده يقع شكله مريب، ما بنأكدش ان هي وفاه غير طبيعيه، بس بنقول عايزين نعرف هل هو توفى وفاه طبيعيه ولا في احتمالات لحاجات تانية. لما كل الاسئله يتم الاجابه عنها هتلاقي الناس سكتت وخلاص سلموا ان الوفاه طبيعيه. السؤال بقى انت متضايق ليه ان الناس بتسال هي مش طبيعيه او طبيعيه؟ ما لو انت متاكد انها طبيعيه الناس تسال وتدور وفي الاخر هيعرفوا انها طبيعيه، فايه اللي مضايقك في ان الناس بتستفسر؟ خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا، لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده. اللينكات بتاعتنا بتاعت السوشيال ميديا بس بالكم تحت لينك قناه موفي نايت، في حلقه جديده نزلت النهارده هسيب لكم اللينك بتاعها تحت برضو. وكالعاده لو الفيديو عجبك ابعت انشر كلم درمغ، ما عجبكش قول لي اللي مش عاجبك، عندك اقتراح فكره اي حاجه اكتبها لنا في التعليقات ونحاول نظبطها ان شاء الله. وبنختم بالكلمه بتاعتنا، كلمه ايه؟ اغورو.